مشروع اليوم هجين بين الشرقي والغربي. سويت لكم دجاج مشوي على الفحم ويا صلصة الهاني ماستر. للي ما يعرفني، أنا شيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي اكس. يوميا انزلكم وصفة جديدة ومشروع جديد. مشروع اليوم ترند جديد، دجاج مشوي على الفحم بصلصة الهاني ماستر، ما حد مسويه بالعراق. يلا اعلمكم وصفة جديدة. جبت افخاذ دجاج فريش وراح اقطعها وانظفها كل زين، وراح نفصل عصا الطبل عن باقي الفخذ لان بالاستواء كل قطعة تستوي اسرع من الاخ. عصا الطبل تستوي بسرعة. هسه نخليهم كل وحدة واحد ونروح نسوي التتبيلة. جبت ثوم تقريبا 10 فصوص لا اكثر، وخلط تمر وياها ملح وشوي ونهيل وقرنفل ونخلطها كل زين. هاي اطيب تتبيلة ممكن نسووها للدجاج المشوي على الفحم، ونعوفها اقل شي ساعة لا ساعة ونص بين ما نروح نعلق النار وعلى راحتنا ونشيش العصا الطبل واحد والتكمله مال فخذ واحد. ومن تعلقون النار لازم كلها جمر، ووراها من تحطون الدجاج ابد ما تهفولها، لان الدجاج ابد ما يحب تهفى. المهم تبقى عندكم القطعه طريه، وكل شويه نقلبها على جهه ونحمر كل الجهات. هنا أنا جبت زيت وبابريكا وشوي ملح ودهنت بيها كل الدجاج، عامل تطي لمعه تخبل للدجاج، والجلد مالته يقسب وما يحترق ابد. وهذا سر الشوي مال الدجاج، باعوا لي شلون دا يستوي على الدخان. هذا الدخان يعطي نكهه وريحه تخبل للدجاج. هاي الطريقة إذا سويتوها بمحلاتكم أو بالبيوت راح تصير أطيب طريقة للشوي مال الدجاج، وإذا فتحت بيه مشروع راح تكسر شكو واحد مفتح دجاج مشوي، لا راح تقدم أفضل نوعية. وهنا نستوى عندنا بعد بالضبط 40 دقيقة على نار هادئة. يلا نسوي الصلصة. حتى نسوي صلصة هاني ماسترد مختلفة شوية، جبت مايونيز وخردل وملح وبابريكا وعسل وأوريغانو، وحطيت وياها ليمون وفلفل أسود واخلطها كل زين. هاي الصلصة راح تعطي بعد ثاني لطعم الدجاج المشوي. عبالك صاير مدخن على حلو على حامض شويونه، طعم يعني ما تتخيلوه الا تجربوه. وراح اقدمه بهذا الشكل. وهاي وصفة اليوم ان شاء الله تعجبكم، ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليك يا مربى.